بيبدأ الفيلم في حلبة الجودو، وهناك بنشوف بطلنا دو يونج اللي كان بيلاعب خصم عنيف شوية. رغم إن دو يونج كان متفوق في الأول، بس خصمه مسك فيه ورماه رمية جامدة على الأرض. الضربة كانت قوية لدرجة إنها أثرت على جهازه العصبي، ولسوء الحظ فقد بصره نهائي. في الوقت ده أخوه دو شيك اللي هو من أبوه ومسجون مؤبد في قضية نصب واحتيال، شاف الفرصة دي مناسبة ليه. قدم على طلب للإفراج المشروط وقال إنه عايز يخرج عشان يراعي أخوه الكفيف، لكن في الحقيقة هو ما كانش قصده يساعده، كان هدفه إنه يستغله ويستولى على أملاكه. مثل قدام اللجنة إنه متأثر وبيعيط، وطبعا اللجنة صدقته وأفرجت عنه، بس بشرط إنهم هيتابعوا حالته ويزوروه كل فترة عشان يتأكدوا إنه مهتم بأخوه فعلا. أول ما خرج ووصل البيت فضل يرن على الجرس بس محدش فتح له. نط من على السور، ولما دخل استغرب إن باب الشقة كان مفتوح، ولقى البيت متكركب. فتح الستاير وبدأ يدخل الأوض، ودخل أوضة دو يونج لكن لقاها مكتومة. حاول يكلمه ويفتح له الستارة، بس دو يونج رفض يتكلم معاه وطرده من الأوضة. أخوه قعد عمل لنفسه أكل وبدأ ياكل، وقال لأخوه دو يونج إنه طلع ليه قيمة دلوقتي وهيقعد معاه سنة بس، وبعد كده هيختفي من حياته. بس دو يونج ما ردش عليه وقام قفل الشباك والستاير وكمل نوم. تاني يوم دو شيك نزل يشتري علبة سجاير من السوبر ماركت. أول ما مسكها جه واحد تاني وخدها منه. لما طلب من الراجل علبة غيرها قال له إنها كانت الأخيرة. حصلت خناقة بينه وبين الراجل، والراجل جري ودو شيك جري وراه شوية وبعدين سابه ومشي. قال له نصيحة ما تظهرش قدامي تاني. في نفس الوقت سوهيون وصلت البيت، ونعرف إنها مدربة دو يونج بتيجي تزوره كل فترة، بتجيب له أكل وتنظف له البيت وتحط له أكل في التلاجة. أول ما شافت دو شيك استغربت، وهو كمان ما كانش متوقع وجودها. حطت له الأكل وبعد كده راحت تنادي على دو يونج، بس لقيته مغمى عليه، فجريت ودته المستشفى. الدكاترة قالوا لها إنه بيعاني من سوء تغذية. فالمدربة دخلت في مواجهة مع دو شيك وقالت له إزاي أخوك بطل قومي وأنت مش مهتم بيه ولا حتى بتأكله. رد عليها وقال لها لو كان فارق معاكي قوي تعالي انت اقعدي معاه واهتمي بيه. وقال لها كمان إن حياته اتحولت لجحيم من ساعة ما جه يعيش مع أخوه، ومشي وسابها. تاني يوم دو شيك حاول يخلي دو يونج يقعد ياكل بالعافية، بس دو يونج ما عجبوش الأكل وقام يتكلم معاه بأسلوب جارح. دو شيك اتضايق وشتمه، فدو يونج رد عليه بحركة جودو وقعه على الأرض. دو شيك ما سكتش، مسكه من رجله وكعبله هو كمان ووقعه. اليوم اللي بعده دو شيك راح البنك عشان يسحب الفلوس اللي أبوه سايبها لأخوه. بما إن دو شيك هو الكبير وواصي عليه، كان فاكر إنه يقدر يسحب الفلوس مكانه، بس الموظفة قالت له إنه لازم يا إما دو يونج يجي بنفسه أو يعمل لك توكيل رسمي. فخرج من البنك وراح السوبر ماركت يشتري حاجة يشربها، فلقى نفس الشخص اللي خطف منه علبة السجاير قبل كده. دخل خد البيبسي وفتحها وشربها. دو شيك طلع يجري وراه، لكن المرة دي البنطلون اللي لابسه كان مضايقه فمعرفش يوصل له. اكتفى انه هدده وقال له لو شافه تاني هيكون ليه تصرف تاني. بالليل دو شيك جاب اكل شكله حلو وحاول يقنع دو يونج ياكل، وكان بيحاول انه يتقرب منه شويه شويه. في الاخر دو يونج وافق وبدا ياكل، وحس ان دو شيك بدا يكسب ثقته. وهنا دو شيك بدا يكشف عن نواياه الحقيقيه. قال لدو يونج انهم محتاجين يغيروا مكان رفات ابوهم وامهم، وانهم لازم يمضوا الاتنين، وطلب منه الختم بتاعه. فدو يونج شك في كلامه وسأله إذا كان فاكره محتال. دو شيك رد وقال له إنه مش هيغصب عليه، وقال له خلاص خليهم يرموا الرفات في النهر، وادعى إنه زعلان. فدو يونج صدق كلامه واداله الختم. بمجرد ما خد الختم دو شيك قدر يسحب كل الفلوس من الحساب، وأول حاجة عملها إنه راح اشترى عربية جديدة بفلوس أخوه. في نفس الوقت كانت المدربة جاية تزور دو يونج وجايباله الحلويات اللي بيحبها، وكانت بتحاول تشجعه ويرجع يتدرب ويشارك في بطولات الجودو لذوي الاحتياجات الخاصة. لكن دو يونج ما استجابش لكلامها وسابها ودخل اوضته وقفل على نفسه. في الوقت ده دو شيك كان بيصرف الفلوس من غير حساب وجاب واحدة معاه البيت، لكن دو يونج شافهم وطردهم هما الاتنين بره البيت. تاني يوم دو يونج كلم مركز لإعادة التأهيل وطلب يروح يعيش هناك، وسألهم سؤال مهم: لو رحت عندكم هل أخويا اللي خرجوه من السجن عشان يراعيني هيرجع السجن تاني؟ دو يونج كان هيقول عنوانه لمركز التأهيل في التليفون، بس دو شيك بسرعة سرق منه التليفون قبل ما يلحق يكمل كلامه. وقتها دو يونج قال له إنه من يوم ما جه يعيش معاه وحياته بقت جحيم، وإنه خروجه من البيت هيكون أرحم. فبعدها دو شيك راح قابل المدربة وهي طلبت منه إنه يشجع أخوه يرجع يتدرب على الجودو من تاني، لكن قال لها بصراحة إنه ملوش دعوة وهو حر في قراره، وسابها ومشي. بعدها جت اللجنة القضائية تروح تزورهم عشان يتأكدوا إن الإفراج المشروط كان في محله، وإن دو شيك فعلا بيراعي أخوه.
وقتها دوشيك مثل قدامهم إنه مهتم بأخوه وإن علاقتهم كويسة وإنه بيحبه وبيخاف عليه، وبدأ يطبل ويتصنع التعاطف. بعد ما اللجنة مشيت خرج دويونج يشم شوية هوا زي ما قالوا له، وطلب من دوشيك يوديه يزور القبر الجديد لأبوه وأمه، لكن دوشيك حاول يغير الموضوع. فدويونج فضل يفتكر أيام زمان لما كانوا مع أبوهم ولما راحوا سوا حمامات عمومية بعد القبر، لكن دوشيك قال إنه مش فاكر حاجة. وقتها دويونج قال له أنت فاكر لما هربت من البيت وإحنا ارتحنا؟ أكيد لأ، أبويا كان بيأجل كل حاجة مستنيك ترجع، وقال له كمان لو عايز تمشي امشي، مش هبلغ الشرطة. الكلام ده كان أول مرة يخلي دوشيك يحس بالذنب ناحية أخوه. تاني يوم صحى من النوم وخرجوا سوا وراحوا يتفسحوا واشترى له هدوم جديدة، واثناء ما هم ماشيين واحد خبط في دويونج بالغلط ووقعه على الارض. دوشيك طلب من الراجل ان يعتذر له بس الراجل رفض، فالخناقه كبرت ودوشيك اتزق ووقع على الارض هو كمان. وقتها حس بألم شديد في بطنه واضطروا يروحوا المستشفى. في المستشفى عملوا له اشعه والشرطه كمان جت تسأل عن اللي حصل. دوشيك خاف وبدأ يمثل وقال انه ما كانش يقصد حاجه وانه كان بس عايز يفرح اخوه ويشتري له هدوم جديدة، وإن الراجل هو اللي بدأ. دويونج ساعده في التمثيل وقال نفس الكلام عشان الموقف يعدي، وفعلا الشرطة سابوهم. بعدها المدربة جت تاني تحاول تقنع دويونج ينضم لفريق الجودو لذوي الاحتياجات الخاصة، بس هو رفض وقال لها إنه مش قادر يتقبل الموضوع. دوشيك دخل وقال لها تسيبه في حاله وما تضغطش عليه. قبل ما تمشي دويونج طلبوا منهم يعملوا حفلة شواء بسيطة في البيت، وفعلا دوشيك راح السوبر ماركت يشتري الحاجات، وهناك شاف نفس الراجل اللي كان بيضايقه قبل كده، لكن المرة دي قرر انه يتعامل معاه بشكل مختلف وطلب يبقوا اصحاب، وكمان عزموا على الحفلة. وفعلا اتجمعوا في البيت وتعشوا سوا وكلهم كانوا مبسوطين، ودو يونج ضحك لأول مرة من فترة طويلة. بعدها دوشيك راح المستشفى عشان يعرف نتيجة الإشعة وتحاليل الدم ويعرف السبب الحقيقي للألم اللي كان حاسس بيه. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. الدكتور قال لدوشيك إنه عنده مرض خطير وإنه فاضله تقريبا 3 شهور ويموت. خرج من عنده مصدوم مش قادر يستوعب الكلام، وفي نفس الوقت كان دو يونج بيتصل بيه بس هو مردش من كتر ما كان في حالة صدمة وانهيار. فضل سايق بسرعة وهو منهار لحد ما رجع البيت تاني يوم ولقى دو يونج نايم على الكنبة، واضح إنه كان مستنيته لليل. بعدها قام دوشيك وحاول يعمل له فطار عشان يفرحه شوية، لكن وهو بيطبخ اتحرق وخرج دو يونج من اوضته ودوشيك حطله علاج على رجله. بعدها خد دو يونج وراحوا مع بعض المقابر يزوروا ابوهم وامهم، ولما خلصوا وصلوا للعربيه ودوشيك قال لاخوه انه داخل الحمام وراجع، لكنه راح ناحيه القبور وقعد قدامهم يتكلم مع ابوه. قال له انه ابنه الصغير بقى اعمى وهو نفسه خلاص قرب يموت، والمشاكل اللي بينهم ممكن تتحل لما يقابلوا قريب، لكن اخوه يعمل فيه ايه؟ قعد يعيط وسابه ومشي. من هنا بدأت شخصية دوشيك تتغير تماما، بقى فعلا مهتم بأخوه، بيعمل له أكل وبدأ يحفزه إنه يرجع يتمرن تاني. لكن دو يونج رفض وقال له إنه مش قادر حتى يروح السوبر ماركت لوحده، إزاي هيمثل بلده؟ دوشيك قال له أنا هساعدك، وخده على الملعب اللي كانوا بيروحوه هم صغيرين وقال له إزاي واحد رياضي طول عمره يستسلم كده، قوم اجري وأنا وراك. وفعلا دو يونج قام وبدأ يجري ودوشيك بيشجعه لحد ما وقعوا هما الاتنين على الأرض. بعد كده دوشيك راح للمدربة وقال لها الحقيقة، قال لها إنه مريض وفاضل له وقت قليل، وطلب منها تهتم بدو يونج وتدربه علشان يقدر يدخل بطولة الجودو ويبقى لاعب وطني. دوشيك باع عربيته وراح اشترى لأخوه عصاية مخصصة للمكفوفين تساعده يمشي في الشارع لوحده. وفعلا خرج دو يونج من البيت لأول مرة من غير ما يستند على حد. جت مرحلة نصف النهائي في بطولة الجودو لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدر دو يونج يفوز ويوصل للنهائي. في الوقت اللي دو يونج كان بيتدرب بكل طاقته، دوشيك كان بيجهز البيت عشان يعيش فيه دو يونج لوحده بعد وفاته. جاب له اطباق نودلز سريعه التحضير واستبدل كل حاجه اللي ممكن تاذيه، الكوبايات الازاز، الاطباق، حتى سنون الترابيزه شالها، وكان بياخد مسكنات طول الوقت بس بيحاول يصمد علشان يفضل جنب اخوه. وفي يوم طلب دوشيك اكل دليفري، ولما فتح الباب اكتشف ان اللي جابه هو نفس الشخص اللي كان بيضايقه زمان في السوبر ماركت، لكنهم المره دي قعدوا ياكلوا سوا في هدوء بعد ما اتغيرت حاجات كتير. بعد كده خرجوا سوا على الحديقة ودوشيك ضرب من دو يونج يحفر حفرة صغيرة عشان يزرعوا فيها شجرة طماطم. وهما بيتكلموا فجأة تعب دوشيك جدا. دو يونج اتوتر وجري بسرعة عشان يطلب الإسعاف، لكن دوشيك قال له إنه مفيش داعي وكل حاجة خلاص. رجع دو يونج البيت من مركز التدريب وكان راجع مخصوص عشان يودع أخوه لأنه كان مسافر البرازيل كام شهر عشان يشارك في النهائيات. أول ما دخل اتفاجئ بالتغيرات اللي حصلت
حصلت في البيت، النظام، الترتيب، التفاصيل الصغيرة اللي عملها دوشيك عشانه، وده خلاه يحس بامتنان وفرح كبير. بعدها دوشيك قعد يحضر شنطة سفره وقال له إنه لقى شغل وهيقدر يروح معاه البرازيل عشان يكون جنبه، بس دو يونج قال له إن الشغل أهم ولازم يركز عشان يقدر يتجوز بعدين، وإنه خلاص بقى بيعرف يستخدم العصاية كويس وهيدبر نفسه. ووعده يرجع بالميدالية الذهبية. قعدوا يضحكوا شوية مع بعض وهزروا ورقصوا رقصة غريبة، كانت لحظة خفيفة وسعيدة بينهم. تاني يوم جت المدربة وخدت دويونج على المطار وودعوا بعض، وسافر دويونج للبرازيل. هناك قدر يوصل للدور ربع النهائي وفاز وانتقل للنهائي. اتصل باخوه عشان يفرحه، فعلا دوشيك فرح بس كان واضح عليه التعب، حتى وهو بيحاول يخبي كان عايش على المسكنات بيكابر عشان يكمل مع اخوه للنهاية. وجه اليوم المنتظر، يوم المباراة النهائية. دويونج كان متوتر جدا وقلقان، وافتكر يوم الحادثة اللي فقد فيها بصره. المدربة كانت جنبه هدته، ولكنه قال لها انه بيفكر ينسحب. قالت له تمام، انت لسه صغير تقدر تنسحب وتلعب السنة الجاية، بس وقتها اخوك مش هيكون موجود. ساعتها اضطرت تحكي له على مرض دوشيك. دويونج اتصدم، انهار وقام بسرعة عشان يتصل بيه. دوشيك وقتها كان في المستشفى وتعبان جدا. دويونج حاول يتماسك وبدأ يحكي له عن البلد وقد ايه هي جميلة، وقال له انه مش راجع غير ومعاه الميدالية الذهبية. بس بعدها ما قدرش يكمل وبدأ يعيط، وبيسأله هو انت بتتألم؟ دوشيك فهم وقتها ان اخوه عرف الحقيقة وعيط هو كمان. قال له كمل واكسب الميدالية وتعالى بسرعة عشان تسلم عليا قبل ما امشي. بدأت المباراة وكان دويونج مصمم يفوز. دوشيك كان بيتفرج على المباراة من اللابتوب وهو في المستشفى وعمال يشجعه بكل قلبه. وفعلا دويونج كسب وفاز بالميدالية. الكل كان فرحان حواليه، بس هو ما قامش، قعد يعيط وينادي بصوت عالي هيونج هيونج هيونج. دوشيك كان شايفه من على الشاشة ودموعه نازلة ومفيش كلام قادر يقوله. اللحظة كانت تقيلة على الكل. في آخر المشهد دويونج قاعد لوحده في حديقة البيت وبإيده بيسمع التسجيل الصوتي اللي أخوه سايبهوله قبل ما يموت، بس صوته جواه لسه عايش. الفيلم ده كتبه إبراهيم توكل وسجلته سهيلة محمد ومنتجته سهيلة محمد برضو. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش برضو تتابعونا على قناة باكو أفلام. أنيو.